السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أصحابي وصحباتي، تعالوا معانا نكمل قصص الأنبياء وقصة سيدنا محمد الحلقة التانية. المرضعة حليمة السعدية أعادت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمه السيدة آمنة بنت وهب بعد 4 سنوات من الرعاية والاهتمام، وعاش مع أمه حتى بلغ من العمر 6 سنوات، وهنا توفت أمه آمنة بنت وهب وانتقل إلى جده عبد المطلب. وعندما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم 8 من عمره توفي جده عبد المطلب وانتقل إلى عمه أبي طالب. وبالفعل ضم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبنائه وقام برعايته، وهنا تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم من عمه رعاية الأغنام، وكان يساعده ليخفف عنه حبا له والاعتراف له بفضله عليه. وهنا اكتسب الرسول صلى الله عليه وسلم الصفات من عمل عمه بالأغنام، وهي 3 صفات: أولا الصبر وقوة التحمل، ثانيا الرضا والقناعة، ثالثا شرف العمل بحرفة راعي الأغنام. سلام يا أصحابي صحباتي، إلى حلقة قادمة من قصص الأنبياء وقصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سلام.